right, get lost, all of you. You're fired. Go on, scram, get out of here, you moochers. Bye. Deputy. That's right, keep moving. You think I care? You know what? You know what? Yeah. Except you stay. 5 بئر النسيان أو -5 بئر التذكر. الكرتون ذا نزل وحرق الدنيا حرفيا، والناس تقول ياي انه فخر العربي الجديد، لكن انا شفته وقلت يا هذا مش الشيء اللي كنت استناه. المهم خلني اشرح لكم ليه سويت هذا الفيديو. طبعا انا عندي سلسلة حيث اجيب كرتون يمثل دولة ما لدرجة لما تشوفه تعرف هو من اي دولة من اول نظرة. طبعا كل مرة احط تصويت عشان لا ينقال اني انحست لدولة معينة، فهذه المرة حطيت دول تالية: الجزائر، ليبيا، المغرب، وسوريا. نمت وصحيت مع توقع انه سوريا بتفوز، يعني كمون مان سوريا يعني، لكن لما صحيت لقيت انه في دولة جابت اصوات بقدر 71% من بين 1000 مصوت، واللي هي دولة الجزائر. فاخترت 5 بئر النسيان بحكم انه اللهجة الجزائرية عبارة عن، اتمنى الفكرة وصلت. صح هذاك صار بالصح، ماشي جسمك كامل يا سي شاب، راهو صبعك برك اللي تكسر. ودرك خلينا نلقاو الجورنال يرحب. يبدأ فيلم 5 بئر النسيان بهذا الولد اللي طبعا تصميمه أصلي وجميل ومو مسروق من أي شيطان، وبعدين تبدأ تلف حول هذه الأرواح لسبب ما يعرفها إلا الكاتب، وأنت محسب أكيد أنه بيهرب زي أي شخص عاقل بهذا الموقف. أنت مخطئ، قاعد صافن جنبهم حتى واحد منهم هجم عليه، بس يكون في درع أنقذه لأنها الشخصية الرئيسية، وبيكون غباء أنه يموت من بداية الفيلم. بعدين يقعد يمشي ببطء يصفن بأي شيء غريب يشوفه. وصلنا أول 6 دقايق من الفيلم كل شيء عبارة عن مشي ومشي وشوية أرواح تلف حول الولد لسبب مجهول. تدري ذا اللي يسموه بئر النسيان؟ لأنه لما تخلص أول 10 دقايق بتنسى اسمك من قوة الملل. بعدين نشوف هذه الشخصية الصفراء، بس تدري إيش الشيء العجيب؟ أنه دي الصفراء وذا الولد أيا كان اسمه من نفس مؤدية الصوت. ليه؟ ودي أعرف ليش ما كفتكم الفلوس يا أخي. كنت تقدر تجيب ورقة 100 ريال تقسمها ل2 وتعطيها شوية مناقير يأدوا لك الأصوات، أو روح عند متجر جعفر المؤدين أصوات، جعفر موثوق عدد أولاده أكثر من راتبه، أعطيه نص الريال تانية وبيعطيك كل أولاده تستعملهم لتأدية الأصوات. ولما يخلص إنتاج الفيلم مين قال لك أنك بترجعهم؟ لا 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 خلاص تقدر تسوي اللي بدك. المهم ديك الصفراء تقول أنها حارسة بوابة لذكريات المفقودة أو شيء، وتقول أنه ذا المكان اسمه بئر النسيان رغم أنه يشبه كل شيء ما عدا بئر. بعدين تقول له ذيك الساحرة أو ما أدري إيش اسمها أنه ذكرياتها مفقودة في مكان ما، وهو لازم يعني يروح يلقاها بنفسه. كل خرا بعد مشهد مشي طويل استغرق 7 دقايق طلع آبي ذاك للعالم الخارجي اللي هو باختصار الجيزة، قصدي احنا خلنا نكمل. ولأنه الولد ده حظه أسطوري، أول ما طلع من البئر ومشى خطوتين مسكته هي حجرية وأعصرته داخلها. بعدين يجيه فلاش باك يوم كان مع أمه. انظروا إليه جميعا وكونوا شهودا، إنه طفل المعجزة. بعدين لما يخلص ذاك الفلاش باك يستيقظ آبي في غابة مظلمة ويلقى ذيك الصفراء، ويجي الآبي فلاش باك ثاني ونشوف أنه كان عبارة عن ولي عهد لمملكته أو شيء مشابه. بعدين تجي الأم تعانق ابنها، قصدي أم آبي، وفي مشهد 20 ساعة لأننا كرتون أدبي وفلسفي وغير مخصص للأطفال. يا رجل قم توكل ذا لو أوريه لريان المنقولي بيغير القناة. كمان ذيك الصفراء تقعد تلف في المكان بمشي أبطأ من مشي جدك يوم فرحك، وموسيقى حزينة وصوت مطر على أساس ياي نحن أدبيون نحن نحب الأدب. توكل مضف. بعدين تصحى آبي من الفلاش باك للمرة المليون، ولسبب ما توني أدرك أنه ما عندها ذراعين، وتحصل كم خناقة مع آبي ووالدته. بعدين تقوم رميتها بالفراغ. ليش؟ لأنه هذا كرتون أدبي مخصص للنيردز، ما بتفهمها إلا لو كنت تستعمل 101 من دماغك بيس اوف شيت. بعدين يستيقظ آبي يلقى هذا الكيان يقوم يفتته. بعدين ينتهي الفيلم ونسمع بالنهاية صوت بكاء طفل ويتبين أنه آبي، كدليل أنه بعد ما تفتت رجع الحياة كأنه ولد مرة ثانية. ليه؟ ذي رمزيات لازم تكون فاهم وناضج عشان تفهم ثانية واحدة من هذا البولشيت، لكن للأسف نحن ذوي العقول البسيطة. لذا رجاء يا دي كليك برودكشن يرحم جدكم اعملوا زي
زي ماجد وسووا كراتين حتى طفل ببطن أمه يقدر يفهمهم بدل من أيا كان هذا الشيء. وكمان بالمناسبة تاريخ نزول هذا الفيديو يصادف 5 من يونيو اللي هو يوم التأسيس الجزائري، لذا مبروك لكم، ورجاء قللوا من الكراتين الأدبية وركزوا على الكراتين الحرفية. وبس كان معكم ريان، وهذا تنمر في 5 بين النسيان.